مرحبا بكم في الفيديو المنتظر صراع العمالقة الجزائر ضد المغرب في تحدي القوة. من سوف يكسب؟ حراسة المغرب أم هجوم الجزائر أم الدفاع الحديدي للمنتخبين؟ أتمنى أن تقدر تعبي وتضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة. سوف نقارن بين المنتخبين الذين يعتبران من الأقوى في شمال إفريقيا أو في القارة ككل. سوف نقارن بالتشكيلة الحالية والأداء عن آخر المباريات في هذه السنة. أولا المقارنة بين الحراس، عندنا ياسين بونو ولوكا زيدان. لوكا زيدان يعتبر حارس هادئ في ردة الفعل، جيد بالقدم، لكن تنظيمه للدفاع أحيانا يكون سيئا جدا ومتأخر. أما ياسين بونو الحارس المخضرم المغربي الذي خاض دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم وكأس إفريقيا، إنه بالتأكيد هو الأفضل دون مقارنة ودون كلام. التفوق لصالح المنتخب المغربي 0-0. ننتقل إلى دفاع المنتخبين. صلابة ضد الانسجام. دفاع الجزائر بالغالي ماندي بن سبعيني وحجام قوة بدنية ممتازة، ولكن تفاهم بين ماندي وبن سبعيني أحيانا عليه بعض الملاحظات. أما بالدفاع للمغرب، حكيمي واليمير أكرد والكروهوي. دفاع متناسق، حكيمي يشكل 50% من الرواق الأيمن للمنتخب المغربي، أكرد قوي جدا في الصراعات الهوائية. التفوق أيضا هنا بكل صراحة للمنتخب المغربي. أما بالنسبة للكل في الكل، وسط الميدان هو حصيلة كل منتخب. نبدأ بالمنتخب الجزائري. عندنا زرقان، إبراهيم مازا وبوداوي، وعن قريب إن شاء الله بن ناصر سوف يتحسن وسط منتخب الجزائر. صانع لعب ممتاز، مازا يقوم بأدوار مزدوجة، افتكاك زائد تمرير، بوداوي يتحرك كثيرا دفاعيا. أتمنى أن يكون بوداوي ركيزة أساسية مع بن ناصر ومازا أو عوار، هكذا سوف يكون الدفاع أفضل. أما بالنسبة للمغرب، بن صغير والصبري والعناوي يشكلان وسط حديدي، لاعبين شباب زائد ديناميكية كبيرة. صبري يقدم حلول هجومية ممتازة، وسط المغرب يتحرك ككتلة واحدة معا. تفوق متقارب، لكن لو نتحدث عن الانسجام للمغرب، لو نتحدث عن الفنيات والأداء الفردي للجزائر. أما بالنسبة للهجوم، من يمتلك القوة الحاسمة؟ الجزائر محرز ويري عمورة. محرز يبقى مصدر الإبداع، عمورة سريع جدا، ويري مهاجم منطقي داخل منطقة الجزاء، يعني يسكن لك في منطقة الجزاء حتى يسجل. أما بالنسبة لعمورة فلا حل. أما بالنسبة للمنتخب المغربي، دياز، أكرم والزلزولي. دياز لاعب ذكي، الزلزولي مهاري وسريع، لكن غياب مهاجم صريح قوي يقتل الخطورة وينهي كل الخطورة المغربية بهدف. المغرب يحتاج رأس حربة صريح. أما في الهجوم فالتفوق لصالح المنتخب الجزائري. أما بالتقييم الكلي، في حراسة المرمى لصالح المغرب، في الدفاع لصالح المغرب، أما في الوسط متساويان، أما في الهجوم لصالح الجزائر. من الأقوى الآن حاليا؟ إن تحدثنا عن الأسماء الفردية، الجزائر تمتلك نجوم أكثر. إن تحدثنا عن المنظومة والانسجام، المغرب متفوق حاليا. إذا لعب المنتخبين فرأيك من سوف يفوز؟ أتمنى أن تضغط لايك، لأن المشاهدات في آخر فيديو كانت تفوق 200 مشاهدة، ولكن اللايكات 2. وتخبرنا من هو المنتخب الذي نتحدث عنه في الفيديو القادم. سلام.